مشهد من مقام الولي الصالح الشيخ أحمد صالح البوهيلي المعروف سيدي أحمد، اللي موجود في المنطقة المتاخ من الحدود الجزائرية في منطقة سيدي أحمد ومعتمدية القلعة القصبة بالتحديد ولاية الكاف. هذا الشيخ اللي سيدي أحمد المعروف أنه ينتموا له أغلب العروش المنطقة ذي، منطقة الشمال الغربي، اللي هما اللي يحملوا ألقاب زغلامي زغالمة، والعروش المتفرعين عليه اللي لقب مسعودي، ولاد مسعود، مسعودي، عنلي، حمداني، شيخاوي، وبالتحديد زغالمة بشكل عام، خبابشة، كلهم اللي يحملوا لقب هذايا تاريخيا يرجعوا إلى هذه شجرة الولي صالح سيدي أحمد الزغلامي، الذي ولد سنة 1710 ميلادي وتوفي سنة 1752. هذا القبر والضريح نتاع الولي صالح سيدي أحمد البوهيلي كما كني. لهنا عندنا يقولوا أنه عرف هذا الشيخ باسم أحمد الزغلامي، وكانت كنيته البوهيلي. ولد في قرية حاجب العيون. ربما إذا كان نتساءل نقول ثم فروع لألقاب مسعودي وزغلامي بمنطقة قروان، ربما تكون احتمال نسبة لهذا الولي ابن الأصل، وهو ابن منطقة حاجب العيون في ولاية القيروان، من من قروية، من جهة قروان. ثم عاش مع والده هو المسمى محمد بن يوسف بن الطاهر بن محمد بن موسى الجيدي. يقول في شجرة النسب وتاريخ الولي صالح سيدي أحمد أنه تتلمذ مبكرا على يد الشيخ الصحابي العلامة سيدي عمر بالقيروان، ثم كان حين ذلك ليتجاوز 13 من عمره تفرغ العبادة فحباه الله بالحكمة والعلم. وفي سن 18 راح الشيخ إلى واد فكرينة الموجود محاذي لهذا المقام. واد فكرينة بين طويلة وغرطة اللي مقابلة منها متبعدش بضعة كيلومترات ومنطقة سيدي أحمد لهنا، حيث يقطن عمه الشيخ العلامة السبتي بن عباس الجايدي، وهو الضريح نتاعو موجود لهنا. هذا عمه، هو جاء من مدينة القيروان بعد أن إذا ترك والدته، وجاء بحذا عمه لهنا في منطقة سيدي أحمد. هذا ضريح الولي الصالح كيف السبتي بن عباس الجايدي، اللي هو عم سيدي أحمد، الموجود هنا في جهة واد فكرينة وراء الضريح هذا مباشرة. من بعد نعطيكم صور. ومعناها يحدوا عرش هنا ولاد بوغالم، المنطقة المحافظية ومنطقة بوهراوة تحت طاولتي وغرطة بالضبط، أو مائتي وغرطة. قلت الشيخ سيدي أحمد جاء إلى منطقة فكرينة، منطقة سيدي أحمد، وفاه الأجل هنا في سن 42، ودفن بالجزائر. تعرفوا ان المنطقه هذه كلها كانت الحدود كانت كلها وهميه، كانت المنطقه هذه كلها تابعه الدوله الحفصيه حتى الى حدود قسنطينه والجزائر وتبسه، وترابيا واداريا منطقه سيدي احمد والقلعه الخصبه وكلهم كانت يتبعوا منطقه تبسه. والى حد الان انا اطلعت على بعض المراجع التاريخيه انه ثم بعض الوثائق والحبس والملكيات العقارات والاراضي موجوده الى حد الان في المحكمه العقاريه بتبسه، معناها اداريا كل شيء كان يعود تبسه. ودفن سيدي احمد بالجزائر، ثم نقل جثمانه الطار الى القريه التي سميت باسمه حاليا. القريه هذه اللي موجوده وين كان عمه، منطقة رجع دفنوه في سيدي أحمد الصالح. وكما نعرف برشا جزائريين موجود العرش هذه جزء كبير من لقب يحمل لقب زغلامي زغالمة موجودين في منطقة بسة، وبالتحديد في منطقة تسمى الحمامات، أو بالضبط يوكس.
هي منطقة معروفة بالماء المعدني، وعندهم ماء معدني اسمه يوكس في منطقة بسة. مشيت أنا المنطقة ذي بسة وطلعت ولقيت عائلات كبيرة، عدد مهول من العائلات الزغالمة اللي يرجعوا إلى انتمائهم، يرجع إلى الشيخ هذايا اللي يعتبروه جدهم، ويجوا وقت التظاهرات الثقافية والدينية في الزردة، يجوا يزردوا لسيدي أحمد باعتباره هو يعتبره جدهم. قلت كذلك في المنطقة ذي ولاية كاف لسيدي أحمد، تقول الشجرة ذي أو الوثيقة التاريخية اللي عندنا كان ذلك على أيدي مجموعة من الصالحين الأتقياء، ومنهم سيدي سعيد الشريف الذي قام ببناء الجامع سنة 1765 ودفن إلى جواره. إذا الوثيقة ذي تخدمت في سنة صدرت بتاريخ 26/4/2008. الذي قام ليتحمل مسؤولية المرجع التاريخي الوثيقة التاريخية السيد محمد الأخضر الحمداني، مشكور على العمل اللي يقوم به، وهو إلى حد الآن هو المقدم على هذا المقام واللي مشينا له، وهو كان مشكورا وتحنى المقام لي. إذا قلت هذا مقام الولي صالح سيدي أحمد البوهالي الزغلامي، وهو هذا شيخ وجد كل اللي يحملوا لقب زغلامي، مسعودي، عنلي، خلفاوي، خبوشي، حمداني، إن شاء الله ما ننساش بعض الألقاب الأخرى. باش خارج الجامعة ممكن باش نعطي بعض الصور لمنطقة فكيرينا اللي كان فيها جده كان يعيش هنا، وهو اللي خلاه انه يجي يكمل مسيرته هنا ويكمل حياته في منطقة سيدي أحمد. هذا المقام معناه موجود في أسفل هذه المقبرة، مقبرة سيدي أحمد، فيها الكل اللي ينتموا للعروش هذوما اللي يعتبروا جدهم موجود. هذه نشوفوا من بعيد، كل هذه منطقة سيدي أحمد الصالحي، منطقة معناها تنتمي إلى بلدية القلعة الخصبة، فيها حوالي يمكن 2000 ساكن. هذه القرية اللي محاذية للمسجد. ثم ما هنا ويبان لنا هذا الواد، هذاك واد فكيرينا، هذا واد فكيرينا في المنطقة المحاذية له من الجهة الأخرى، حدود مباشرة مع عرش ولاد بوغالم، تقريبا منطقة المحافظية يحمل لقب محفوظي، ثم منطقة بوهراوة والجبل بوهراوة محجوبة، كلها ولاد بوغالم اللي يحملوا لقب بوغالمي. وتبان لنا شوية من جهة منا أنه طويلة يوغرتا جهة قلعة سنان. هذا واد فكيرينا، هذه كلها المنطقة. نشوفوا العروش هنا نتاع منطقة الشمال الغربي كلهم. هذاك اللي قبلنا من هنا من بعيد هو ذاك جبل بولحناش، حدود ماجر جهة تالا. ذاك بولحناش ينتمي لمعتدي تالا، وهو يحد منطقة الزغالمة من هنا كيف. ثم مباشرة من جبل بولحناش نلقاو منطقة سيدي سهيل، ثم الروحية في نعاش علي بن غذاهم، والروحية بلاد ماجر كلها وسبيبة، وبالعودة إلى جهة تالا. هذه صور كما قلت من منطقة سيدي أحمد. نراوها من هنا جبل جريسة من يقابل غادي، ثم منطقة هذه جبل السلاطة، منطقة سيدي عمر نقولوا أو منزل سالم، كلها المنطقة هنا على الشرق على حدود مباشر للجزائر، هي كلها يحدوهم عرش ولاد بوغالم. من زغالمة من الجهة الأخرى هذه بولحناش وماجر، هكا تجروين ومنطقة ولاد جبابلية وولاد مله وشارن إلى غير ذلك. حبيت نعمل مسح على الأقل بسيط على منطقة سيدي أحمد. نحب نعرج ثم أسماء خرج علامة معناها كبار في المنطقة هذه، البلاد هذه تراو برشا زغالم كلهم وأسماء ما شاء الله معناها في الميادين الأدبية والصحفية والعلمية، أطباء محامين كلهم ينتموا للمنطقة ذي، جدهم هنا وعاشوا، فما شكون بياتهم عاشوا هنا أجدادهم، وهما نفسهم ثم من مواليد المنطقة ذي
نحب نذكر معناها ذكرى حميدة بركان والمعروف والفخر المنطقة ذي الشيخ عبد العزيز الزغلامي. الشيخ عبد العزيز الزغلامي هو قاضي وأستاذ في المجلس الإسلامي الأعلى. الشيخ عبد العزيز رحمه الله وعلامة كيف هو ساهم في وأول من بعث في بناء المسجد الموجود توا في منطقة سيدي أحمد، وحتى في ترميم المسجد هذايا رحمه الله ورحم كل الأموات والتونسيين كلهم. تحية إلى كل العروش التوانسة من زغالمة وفراشيش وماجر وهمامة وغيرهم، إلا أني إن شاء الله المرة الجاية نحاول لكم بعض صور أخرى لمناطق أخرى من تونس الجميلة. تحياتي محدثكم توفيق المسعودي، إلى اللقاء.